السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بفيديو تاني. جسمك بينقسم 5 حاجات. أنا في البداية لما حبيت إن أنا أخش مجال الفتنس، مجال البودي بيلدينج، ما كانش عندي وعي أو ما كانش عندي فكرة على إيه اللي أنا بعمله. كل تركيزي كله إن أنا آكل كتير، آخد سبلمنت، أروح الجيم، فاكر إن ده هيجيب معايا النتيجة. وقعدت ماشي مستمر على القصة دي. طبعا أنا كنت صغير أياميها 18 أو 20 سنة. غالبا وعيك او اهلك ما كانوش بيرضوا انه يعني اهلي، انا مش عارف انت اهلك الموضوع معاهم، بس انا اهلي ما كانوش بيرضوا ان هم يودوني الجيم سن صغير، لان هم كانوا خايفين عليا من ناحيه جسمي يبقى لسه ما اكتملش. لما اروح الجيم ياثر عليا في نمو جسمي، او ياثر عليا في الامعاء الداخليه، او ياثر عليا على معدتي، ويأثر على قوتي الذهنيه. هم استنوا لما انا يبقى عندي 18 سنه وخدت الابروفر اياميها من اهلي ان انا اروح الجيم. بسم الله ما شاء الله. زي في الصوره هنا انتوا شايفين جسمي كان عامل ازاي وانا عندي 18. طبيعي 100%. لحد الان انا لسه الحمد لله. يعني ناس تقول لك الطبيعي يكسب، الطبيعي ما يكسبش. انا من وجهه نظري لو انت داخل ان انت تعمل كومبيتيشن وداخل ان انت تبقى برو، اكيد طبعا مش بالطريقه الثانيه. لو انت تلعب اللعبه دي عشان خاطر صحتك، او عشان خاطر المدى البعيد، او عشان خاطر تبقى وسيم وفي سن صغير. يعني انا كل اللي يشوفني يقول لي انت عندك 20 سنه او عندك 21 سنه، ايه اللي انت داخل على 30. فدي حاجه بتفرحني. زي ما برضو اللي بيشوفني يشوف صوري زي الصوره اللي فوق دي يقول عليا ان انا واخد سترويد. فاهم قصدي؟ وانا والله العظيم ولا واخد سترويد ولا نيله. كل تركيزي وكل فكرتي كانت عن الجيم من البدايه، من الاول ان انا بدات ازاي اقدر اعمل جسم صحي، ازاي اقدر افهم جسمي ماشي ازاي من اول من وانا عندي 18 لحد ما انا بقى عندي 27 سنه. يعني انا اكتشفت ان انا افهم جسمي كل المدى البعيد ده. تفاصيل جسمي ايه التمارين المناسبه لجسمي، لان انا ما كانش عندي كوتش اياميها، او ما كانش عندي امكانيات ان انا يبقى عندي كوتش. طبعا بتختلف من السن للسن. المكان اللي انا كبرت فيه كان اسكندريه. اسكندريه طبعا مخرجه ابطال جدا كتير، بس كلهم ما كانوش طبيعيين. او اياميها كنت تشوف الشخص مثلا اللي عمل فورمه او اللي طلع بستيج او عمل كل الكلام ده، كان مجرد ان هو مش طبيعي. وانا لما اسمع كلمه مش طبيعي دي افتكر الحقنه اللي هي بيطرطش منها الميه دي، تمام، وانا احطها في جسمي وابقى بني ادم. او هبقى يعني عضلاتي مش هتبقى كويسه، او هيحصل فيها خلل، او ممكن يحصل اي حاجه لجسمي. دي اكتر حاجه انا بعتمد عليها حاجتي، او بعتمد عليها حياتي، ان هو جسمك اهم من اي حاجه، واهم من... المهم خلونا ما نطلعوش عن الموضوع البعيد، خلينا نتكلموا في الموضوع القريب اللي احنا بنتكلمه. انت لسه جديد على الجيم، تمام، وعايز تبني جسمك. ايه الخطوات اللي انت تقدر تاخدها لو انت مبتدئ؟ انا بالنسبه لي اول خطوه ان انا ممكن اوافقك فيها ان انت تبتدي تبني جسم كويس، ان انت تفكر الاول انت رايح الجيم ليه؟ ايه هدفك من الجيم؟ هل انت رايح تبقى بادي ليفتر؟ هل انت رايح تنافس؟ هل انت داخل عشان الجيم خلاص هو رياضه وهتبني بيه جسمك، او بيكمل رياضه تانية؟ انت رايح الجيم ليه؟ هدفك من الجيم ليه؟ دي النقطه احنا هنتكلم فيها رقم واحد. رقم اتنين، ازاي تمرينك وايه اللي جسمك محتاجها من تمارين انت ممكن تفيد بيها جسمك. فاهم قصدي ايه؟ يعني انت مش رايح الجيم ان انت رايح ان انت بتتمرن اي حاجه ليها وخلاص. اللي هو انا داخل ايه يا كوتش النهارده نخش ايه؟ ده احنا نخش نشيل 2 في 6 في 12، نخش وايه رفرفه جانبي، نخش رفرفه اماميه، نخش كتف رجل.
اقبل اي حاجه. طبعا الكلام ده كله مش صح، بيعود على جسمك بنتيجه ان انت بطيء جدا في الاداء، جسمك مش هينمو بالطريقه اللي هو المفروض ينمو بيها، وانت مش فاهم انت رايح الجيم ليه. ثالث حاجه ودي الاهم، اكلك اهم من التمرين نفسه. يعني اكلك تمام اهم من التمرين نفسه. يعني انت المهم اكلك نظمه ازاي، او الدنيا ماشيه في اكلك ازاي. ان اللي بيقول لك ان الجيم تمرين، الكلام ده مش صحيح بالمره. الجيم عشان تبني عضلات، او اللي يفرق عنك او عن بني ادم بيروح الجيم او بيبذل مجهود، انت بتاكل كويس، تنام كويس. دول 90% من روتينك اليومي. لو بتعمل الحاجتين دول، لو انت بص تمرينك بتتمرن بخمسات، بقول لك باتنين ونص، تلاقي جسمك بيستجيب معاك وبيديك كل الطاقه الايجابيه اللي هو المفروض ياخدها. رابع حاجه ودي الاهم، نومك. يعني فاهم، اقل معدل نوم المفروض يبقى ليك 8 ساعات بالظبط، لا اكتر ولا اقل. اكتر هتحس بخمول بقيه اليوم، اقل هتحس ان انت بتاكل من عضلات جسمك. طبعا هو 90% مننا مش بيعمل الكلام ده، بس دي نصيحتي اللي انا اقدر اقدمها لك ليك، ان انت ممكن تقدم بمستوى اعلى. تمام، والجيم يفرق معاك. احنا وصلنا كده لغايه النقطه الرابعه. احنا كنا بنتكلم حاليا على النقطه الرابعه. فانا شايف من وجهه نظري، او من وجهه خبرتي في الجيم اللي هي اكتر من 11 سنه، ان انت اهم حاجه يبقى نومك طب. غالبا المايك كان عامل لنا مشاكل، فغيرنا وضعيه المايك. المهم، النقطه الخامسه ودي الاهم، ايه الفيتامينات اللي جسمك محتاجها، وايه المكملات الغذائيه اللي ممكن توصل معاك لاعلى نتيجه ممكنه. اي حد هيكلمك ويقول لك المكملات والكلام ده، كل الكلام ده ضرر عليك، هذا الكلام غير له صحه من اصلا. ما دام انت ضغط دمك كويس والدكتور قايل لك ان انت تقدر تاخد مكمل غذائي مع الاكل، ما تعتمدش ان المكمل الغذائي ده هو سحر. تمام، ده يا دوبك بيكمل اكلك. او لو انت ما عندكش وقت بعد التمرين ان انت تطبخ، وان انت محتاج مكمل غذائي بعد التمرين، فانت تتجه لقصه المكمل الغذائي. هنتكلم على اخر نقطه، وهي الفيتامينات. الفيتامينات من ناحيه الاوميجا 3 حلو جدا على الصبح. الفيتامين دي اللي انت بتاخده من الجيم، من الشمس، سوري كنت هقول لك من الجيم، من الشمس، مهم جدا. والفيتامين زي الزنك مفيد جدا لجسمك. في فيتامينات تانية كتير، بس انا دي الفيتامينات اللي انا بستخدمها او اللي انا بشوفها ان هي كويسه في روتينك اليومي. من ناحيه الاوميجا 3 بيعادل ذاكرتك ان انت تفتكر كويس. بيديك فيتامين سي حلو جدا، تمام، اللي هو فيتامين الفسفور اللي بيجي مع الشريمز او السمك. هو اصلا زي زيت قشر السمك، فهو حاجه مفيده جدا كمان لجلدك. بيدي لجلدك اهم الفوائد اللي هو تغيير الجلد ولمعان الجلد. فدي من الفيتامينات الكويسه جدا لجسمك. نيجي نتكلم عن الزنك. غالبا الزنك بيديك معدل ريكفري كويس في جسمك، وفي حاجات كتيره فايده جدا لجسمك، ويفضل ان انت ما تاخدوش على الصبح، تاخده قبل ما تنام. دي الكام نقطه اللي احنا طالعين نتكلموا فيها النهارده. يا رب اقدر ان انا اكون فدتك بحاجه، او انت استفدت من كلامي حاجه. واشوفكم باذن الله في السلسله الجديده دي. طبعا هتبقى من سلسله الفيديوهات اتعلم او learn more about your body and your gym and what is your body need، اللي جسمك محتاجه. شكرا، السلام عليكم.